هاي، أهلا بيكم في مامي's كيتشن. وصفة النهاردة خفيفة ولذيذة وكمان تنفع قوي للناس النباتيين. هي غموس الحمص بالطحينة، ويلا بينا نبتدي. هنحتاج الوصفة دي عشان نعملها حمص، عصير ليمونتين، زيت زيتون وطحينة، وكمان هنحتاج ملح وشطة وكمون وتوم. هنحط الأول الحمص في الكبة وهنديله ضربة علشان يتفرم شوية. وبعد ما نلاقيه يتفرم شوية صغيرين مش كتير، هنحط عليه الطحينة. طبعا الوصفة دي هي وصفة حمص بالطحينة، احنا محتاجين ان يكون طعم الحمص واضح اكتر شوية من الطحينة، فبنحط تقريبا لكل كوبايتين من الحمص المسلوق بنحط لها من كوباية لكوباية وربع من الطحينة، وبنضرب. دلوقتي الطحينة دخلت جوه الحمص، وهنزود لها ربع كوباية زيت زيتون سواء بكر أو عادي اللي تحبوه وتفضلوه، وكمان عصير ليمونتين كبار، وهنضربها مرة تانية. بدأت تتقل وتعمل تكتلات زي ما انتوا شايفين، ولونها شوية بيج أو تميل للبني، مش كريمي ومش لونها أبيض. واحنا مش عايزين القوام ده، احنا عايزين نوصلها لقوام كريمي، فبنجيب كوباية من المية ونبتدي نحط شوية بشوية على الخليط بتاعنا ونضربه لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه، الكريمي اللي لونه أبيض. بصوا، أول ما حطينا المية القوام اختلف على طول، وبقى القوام بتاع الحمص كريمي ولونه حتى اختلف وبقى أبيض. المنظر ده هو بالظبط اللي احنا عايزينه. فدلوقتي مرحلة التتبيل، هنحط ملح ومعلقة توم وكمون وشطة، طبعا الملح حسب الرغبة. وهنضرب كمان مرة عشان نخلطهم مع بعض. بس خلاص كده الوصفة جاهزة للتقديم. شايفين تقيلة ازاي وحلوة؟ ودلوقتي نحطها في طبق التقديم بتاعنا، بنقدمها مع عيش محمص، بتبقى لذيذة جدا قدام التلفزيون بالليل على العشاء أو في وقت السناك وسط النهار. الولاد كمان بيحبوها قوي ومفيدة ومغذية ليهم. يا سلام بقى، دلوقتي هنحط شوية زيت زيتون فوق الوش، وتاكلوها بألف هنا وشفا. ده الشكل النهائي للوصفة. ما تنسوش لو الوصفة عجبتكم بليز اعملوا لايك وسبسكرايب للشانل، وبألف هنا وشفا. باي باي.